جالنا سؤال من احمد 3917989110. مش مشكله يعني الاكزاكت نيم بتاعه، بس بيقول لنا ايه الفرق ما بين الفشل والاستسلام او التوكل، او ان انا ابقى خلاص بسيبها على ربنا يعني. خليني اقول لكم ان ده فتح في دماغي سؤال جميل او موضوع جميل قوي، اللي هو الفرق ما بين الاستسلام والتسليم. انا ساره عبد المنعم. قبل ما اكمل لكم النهارده عايزه اقول لكم ان طريق للسكون هي حلقات بتقدم افكار لازاي نعرف نتعامل مع الحاجات اليوميه اللي بنواجهها او بنعيشها، ويمكن تجيب لنا سكون اكتر لما نطرح الافكار دي. ودايما بيجي لنا افكار، ابتدى يجي لنا افكار منكم دلوقتي، ابتدى يجي لنا كومنتات منكم، فلو سمحت شاركونا المواضيع اللي في بالكم نحب نتكلم عليها. واحنا مش جايين نقدم مواعظ، احنا بنطرح الافكار دي، بنحط كده ايه على الترابيزه مجموعه من المناقشات، يمكن تنفع يمكن ما تنفعش. وحاولوا تكملوا الفيديو لاخره، لانه ساعات بتوه منكم وبرجع للموضوع، فميك شور ان انتوا تتوهوا معايا ونرجع للموضوع نوصل لاخره، يمكن يفيدنا بحاجه. ما تنسوش تلايك وشير وسبسكرايب. السبسكرايبرز بتوعنا عمالين يزيدوا بسرعه قوي، وده شيء جميل جدا ويفتح النفس وبيخلينا عايزين نعمل حلقات تانية زياده. فبليز لايك شير سبسكرايب. شكرا. عملنا الفقره الاعلانيه، دلوقتي نخش في الموضوع. خلينا نقول ان النهارده، خلينا نرجع لموضوع النهارده. موضوع النهارده هو الفرق ما بين الاستسلام والتسليم. الاستسلام معناه ان انا بستسلم، يعني انا في حرب ودخلت، او في خناقه، او في كومبيتيشن، او وخلاص فشلت استسلمت. معلش ان انا بستخدم كلمه فشلت لاني هرجع ادمرها بعدين، ولكن لهدف التوضيح خلينا نقول ده الوضع. دخلت مشروع فشلت فاستسلمت، دخلت مسابقه حاولت فشلت فاستسلمت. وفي فكره التسليم، يعني انا بسلم امري، بسرندر بالانجليزي، اسلم امري لله. انا مش عايزه اخش في الجزء الديني من الموضوع، لان البودكاست دي مش دينيه، لسبب ان انا مش خبيره دينيه، فبالتالي ما احبش افتي. بغض النظر عن انت بترمي حملك ازاي. فالتسليم هو رمي الحمل، هي عمل الشيء او عمل اللي عليا، وبعدين اسيب الباقي، ما يبقاش عندي تمسك بالإجابة النهائية. يعني أعمل من غير التمسك بالطبخة هتطلع شكلها عامل ازاي، او اني احط مجهود في عمل ولكن ما بقاش متأكدة مستنية 1,000,000% ان العمل ده هو ده اللي هيرجع لي اللي انا كنت حاطاه في بالي. مبدئيا خليني اقول لكم انه مفيش مجهود بيروح على الفاضي. ده عشان لما نيجي نتكلم على التمسك بالنتيجة النهائية، كتير جدا كنت ببتدي مشاريع واحط فيها مجهود وكده، وبعدين الاقي نفسي المشروع ده ما يكملش، والاقي نفسي في الاخر او مثلا فكرة ايفنت. انا عايزه اقول لكم الموضوع ده، انا عملت كمية افكار وبرزنتيشنز لناس ما اخدتش الفكرة، وناس تانية هي اللي اخدتها، وحطيت مجهود في حاجات جاب لي صفر، ومجهود في حاجات تانية بسيط جدا، حاجه ولا حاجه لا تذكر، جاب لي فلوس اكتر بكتير. ده مش معناها ان ما احطش مجهود، ما انا ممكن يجي لي وخلاص من حاجات بسيطه. اللي بحاول اقوله ان حاول او حاولي ما تربطوش النتيجه بالعمل. اول ما نفصل الفرق ما بين العمل والنتيجه، بيحصل عندنا بقى ايه، حاجه لذيذه جدا بتتفتح عندنا، وهي الفرق ما بين الاستسلام والتسليم. يعني ايه بقى اللي بيحصل في الوضع ده؟ اللي بيحصل ان انا ببتدي اعمل اللي عليا. لما ابتدي اعمل اللي عليا واسيب النهايه للقدر، القضاء والقدر، ببقى عارفه كويس قوي ان انا من جوه تمام، لان انا خلاص عملت اللي عليا. فالاجابه النموذجيه على الوش كده، حس اعمل اللي عليك والباقي على ربنا، عملنا اللي علينا والباقي على ربنا. الجمل دي احنا حافظينها كويس جدا وعارفينها كويس قوي، بس صراحه برضو انا ما بقاش عارفه الفرق. ساعات ببقى مش متاكده، ببقى اللي هو هل انا قصرت، هل انا ممكن اعمل اكتر. اولا في جزء كبير جدا بيحصل من المقارنه بالغير، ولو ما شفتوش حلقه السكرولينج بليز روحوا شوفوها، لان هي هتساعدكم قوي في النقطه دي. ولكن في فكره، في فكره عام، اللي هو فكره ان انا طول الوقت حاسس اني مقصر، او حاسس اني مش بعمل اللي عليا، فبالتالي بنسى ان الرزق مش بايدي. عايزه اقول لكم قصه لطيفه، ان انا الفتره اللي فاتت كان عندي شويه ضيقه ماليه. ففي الضيقه الماليه دي جالي وقت كده كنت بصحى كل يوم حاسه بهم تقيل قوي على قلبي، وبعدين عماله افكر في حلول اطلع نفسي من المشكله، عماله افكر في حلول اطلع نفسي من المشكله، وبعدين مش عارفه.
فبالتالي حسيت بقيت اصحى مخنوقه 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 بطريقه رهيبه. فنزلت في يوم وكنت بحاول اطلع فيزا جورجيا، وانا بحاول اطلع فيزا جورجيا، قصه طويله جدا. رحت قدمت على شنجن ومستنيه الباسبور بتاعي يطلع من السفاره، وعندي ريتريت. احنا مثلا النهارده الحد او الاثنين، الريتريت بتاعي لازم اسافر يوم الخميس، سوري الاربع بالليل. وفجاه اكتشفت ان باسبوري مزنوق وانا اللي عامله الريتريت. يعني الناس لو ما جاتش، لو انا ما روحتش، الناس هتعملها مصيبه، انا اللي عامله الرحله. ف ابتديت ابانيك وكلمت السفاره، قالوا لي لازم 3 ايام عمل علشان تعرفي تطلعي الباسبور بتاعك من جوه السفاره، وكل اللي انت دفعتيه والمجهود اللي انت عملتيه هيروح، لازم تبتدي من اول تاني لما تيجي ترجعي الباسبور. نزلت من البيت وانا رايحه يوم الاثنين، مش عارفه انا هطلع باسبوري ازاي ولا هعمل ايه ولا وده طبعا ده كان في نص بقى الضيقه الماليه والمشاكل و المهم لقيت نفسي وانا ماشي رايحه في الطريق، رايحه بقى مهمومه جدا. جات لي مسج بتقول لي ان باسبوري جاهز في السفاره. باسبوري رجع في اللحظه دي في اليوم ده وبقى جاهز. فلقيت نفسي بقى مبتسمه والحمد لله، والهم وانزاح والحمد لله ربنا ستر والباسبور وصل في مكانه. شغلت بودكاست بحب اسمعها قوي، اسمها نفوس بتاعه مصطفى حسني. لقيته وانا بشغلها لقيته بيقول ان مع العسر يسرا. وطبعا انا عارفين ان مع العسر يسرا، يعني قصدي مش حاجه جديده، ولكن خلتني لحظه اجمع انه الدقيقه اللي انا فيها دي eventually هتفك. ولما تيجي تفك الفكه دي مش هتحصل عشان انا وصلت للاجابه النموذجيه، لاني ساعات بوصل لاجابات بتفشل، ساعات بوصل لحلول بتفشل. فبالتالي زي ما انا بقول ان الرزق على ربنا، حل المشكله على ربنا. فبالتالي لقيت نفسي بقول طب ما هو انت متضايقه الفتره اللي فاتت دي لان انت شايله مسؤوليه الحل تماما على كتفك. لو انت ما لقيتيش الحل يبقى هتفضلي مزنوقه ماليا. ولكن نسيت انه لا، انا كتير جدا اتفاجئت بحاجات جات لي، نزلت لي كده من السماء بالظبط المبلغ اللي انا محتاجاه. وكلنا بيحصل لنا الكلام ده، بتسمعوا عن الكلام ده بالظبط. المبلغ اللي انا محتاجاه في الوقت اللي انا محتاجاه يظهر لي، او يظهر لي البني ادم اللي انا محتاجاه في الوقت اللي انا محتاجاه، يظهر المشروع اللي انا محتاجاه بننسى انه اللي مكتوب له يجيلي هيجيلي في الوقت اللي هيجيلي فيه. يعني انا حطيت مجهود يوم الحد، اوكي، ممكن يكون انا هيجيلي الرد بتاع المجهود ده يوم الخميس، ممكن هيجيلي بعدها بسنه. كتير قوي عملت بروجكت كوزميك مثلا. كوزميك ده كانت عمل برزنتيشن سلايد ايديا قبل ما كوزميك يطلع للحياه بتقريبا سنه، ميعاده كان بعدها بسنه. رابطه كان ميعاده قبل الاستوديوهات جت بعد رابطه. محدش بيعمل كده. رابطه ده الفestival اللي انا بعمله دايما، بقعد اتكلم عليه كانه هو مثلا يعني مهرجان السينما، كانه الناس عارفاه. هو ويلنس فيستيفال احنا بنعمله في جونه، لذيذ جدا. الفرق ما بين الكسل والخوف في المماطله ده نقطه تانية عايزه اتكلم عليها. كتير قوي بنصحى من النوم ونفضل نأجل. يبقى عندي برزنتيشن أأجلها، يبقى مش محتاجه اعمل حاجه صغيره، ابعت ايميل، اقعد طول اليوم عمال ازق فيه، مش قادره واحس بالذنب ومش قادره اعمله، واحس بالذنب لان انا لو ما بعتش الايميل ده احس ان انا مقصره. في مفهوم خاطئ انه لما بأجل الحاجه او لما بماطل في الحاجه ده عشان انا كسلان. ساعات او اثبتت علميا انه من اقوى الاسباب بتاعه المماطله هي الخوف او الانكزايتي او الخوف من المستقبل. فمن الاسباب اللي حضرتك او حضرتك بتماطلي مش دايما ان انا كسلانه لا، ساعات ببقى خايفه. لاني فاكره ان حل الموضوع ومستقبله في ايدي، فانا خايفه من المستقبل، فخايفه اخد الخطوه فعماله اجلها. فدي من الحاجات برضو اللي فرقت معايا قوي في فكرة فهم المماطلة وفهم الاستسلام والتسليم. هل أنا بفشل؟ وبعدين في فكرة أنا أعتقد قلتها في حلقة تانية، ولو ما قلتهاش فهقولها تاني، وهي إن الشجرة لا تنتج طول السنة. مش مطلوب منك إنك تبقى productive طول السنة، لأن حتى الشجرة بتاخد وقت، بتاخد المية والشمس وتعمل وبعدين تنتج. فبالتالي لما بنحس بالتقصير ان احنا مش بننتج، فبالتالي كل شيء على كتفنا، لا. في حاجة مهمة قوي برضو محتاجين نفهمها ونبقى صادقين، ان احنا نعرف امتى نقف، امتى نقول خلاص انا دلوقتي عملت اللي عليا في الموضوع ده، ولما اوقف هنا ده مش معناها ان انا بستسلم، معناها ان انا سلمت القدر بتاع الموضوع. ودي برضو من الحاجات اللي اتعلمتها من 5 دقايق. يعني قصدي لسه كان عندي مشروع بقالي 2 سنين بماطل فيه، مش ماشي، هو مش ماشي. عملت اللي عليا واشتغلت عليه مرة و2 و3 و10 وحاولت، لكن هو مش
مش معنى ان المشروع ده مش ماشي ابقى انا فاشله، وبالتالي هرجع اقول لا تستقي قيمتك من ما تعمل. يعني قيمتك مش جايه من اللي انت بتعمله، قيمتك جايه كأن لما تبقى انسان جميل، انسان كويس، انسان طيب، انسان عشري، انسان بيعرف يتخانق. بتفرجوا على حلقه الخناق، ازاي نتخانق صح او ازاي ما نتخانقش. ولكن مهم قوي قوي ان احنا نفهم انه قيمتي مش من عملي، فبالتالي امتى اعرف اقول ان القصه دي مش ماشيه، ما عانتش، ابقى عارفه ان اللي جاي بعد كده هيخسرني اكتر. لو انا خايفه اخسر اللي انا عملته. كتير قوي بتسمعوا عن علاقات ناس كملت في علاقات عشان صعبان عليها، او كملت في شغل، او كملت في مشروع، او كملت لان صعبان عليها اللي فات. يا عم بنعيش مره واحده، بنعيش مره واحده، يعني اللي فات، اللي فات مات. تخسر اكتر في المستقبل، تفضل تخسر 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 وقتك ومجهودك واعصابك وحياتك وشبابك وصحتك. ليه افضل؟ عشان ايه؟ عشان خايفه من اني اسيب الموضوع؟ لا، لانه لو ليا هيلف ولف ولف وهيجي هيلاقيني. مهم جدا قوي نعرف الموضوع ده، اللي ليك ليك. برضو بكل الكلام ده ساعات ببقى برضو مش عارفه. بقول لكم قعدت في المشروع ده سنتين بفكر كل يوم اوقف ولا اكمل. واخر حاجه احب اقول لكم عليها هي التركيز على انا بعمل ده ليه. لاني برضو ببقى في وسط كل المعلومات اللي انا قلتها دي ببقى برضو مش عارفه هل انا بستسلم عشان انا بفشل، ولا انا بستسلم عشان انا او انا بسلم علشان انا عارفه انه خلاص انا في امان. لقيت اني بسال نفسي السؤال: انت لسه مكمله في الحاجه ليه؟ مكمله في الحاجه عشان خايفه يتقال عليكي انك فشلتي، ولا بتكملي في الحاجه عشان لسه عايزاها؟ بتكملي في الحاجه علشان انت نفسك فيها، ولا عشان خايفه من قله الرزق؟ ففي حلقه كامله على احنا نسمع نفسنا ازاي، اسمها living in your truth، او العيشه، او ازاي ما نكدبش على نفسنا، فاسمعوها لذيذه قوي. بس دي برضو من الحاجات او الطرق اللي احنا بنعرف امتى ده بيبقى استسلام وامتى ده بيبقى تسليم. الاستسلام بيجي من مشاعر سلبيه، والتسليم بيجي من مشاعر إيجابية. فطول ما أنا قلبي بيعمل حاجات إيجابية فأنا بسلم، طول ما قلبي بيقول حاجات خاف إلا يبقى لو، يبقى دي مشاعر سلبية، يبقى ده استسلام. سهل قوي ان الواحد يستسلم او يسلم وهو قاعد فوق جبل، صعب قوي انه يلاقي التسليم في الحياة اللي فيها ضغوطات كل يوم. انا سارة عبد المنعم، ودي حلقة طريق للسكون. شكرا، ميرسي، باي باي، اورفوار.